السلام عليكم خواتاتي وصحاباتي والاصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك اولا نهاركم مبروك. كنتمنى من الله تكونوا ناشطين فرحانين بصحه جيده. اليوم كدائما ام هاجر، الحمد لله والشكر لله الجديد. جبت لكم واحد الكيك بالشوكولا رائعه المذاق وغزاله، جربوها ان شاء الله. ردوا عليا، اللي ما مشاركش معايا يشارك معايا باش يوصلوا اي جديد. ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد كامل. ودابا ندوزو باش نوجدوا ان شاء الله الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للمقادير، غادي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب، غادي نحتاجوا 3 البيضات كاملين وصولين دائما ويكونوا على حراره المطبخ. غنحتاجوا زليفه ديال الدقيق، غادي نحتاجوا فيرميسيل شوكولا، غادي نحتاجوا نسكافي قهوه سريعه الذوبان، غنحتاجوا لبانيه ساشيات لبانيه وجوج ساشيات ديال الخميره كيماويه. بالنسبه للسكر حبيبات غادي نحتاجوا تقريبا شي 4 الملاعق كبيره، نصف زيت، نصف كاس زيت، كاس العنبه نص كاس، وغادي نحكوا حامضه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد الكيك ديالنا ديال اليوم. غادي نزول هاد الشيء كامل باش غادي نبداو نخدموا الكيك ديالنا. ما نعاودش لكم، هاد الكيك خطير وزوينه بزاف وغتعجبكم، كتخرج بكميه وفيره، كتجي هشيشه ورطبه وغزاله. غتجربوها تردوا عليا، خليوا لي في التعاليق كيف جاتكم هاد الكيكه اللي هي غزاله. غادي ناخذوا الحليب والحامض هما الاولين. كيف ما كتشوفوا يكون عفوا الحليب يكون بارد. غادي نقطعوا الحامضه، تكون الحامضه ما متلجاش، تكون عاديه. الا كانت متلجه تخليوها حتى تذوب، الا كانت في المجمد. وغادي ناخذوا خلاط كهربائي وغادي نخويو فيه هذاك الحليب البارد، وغادي نعصروا هذاك الحامض في هذاك الحليب. كتجي غزاله ولذيذه، ما تشوفوا شحال فيها من خدمه. هي فيها شويه الخدمه ولكن كتستاهل، لانها كتجي لذيذه، كتجي زوينه بزاف وكتجي حتى غزاله. ما نعاودش لكم، كتستاهل غير شي قهوه. بالنسبه للناس اللي مدمنين على القهوه بحال ام هاجر، راه غادي تجيهم رائعه وغتجيهم غزاله بزاف بزاف بزاف. ما نصورش لكم كي غتجيكم. دابا درنا الحليب في الخلاط الكهربائي وعصرنا عليه شويه ديال الحامض. غادي نخلطوهم، نطربوهم مزيان. خلاط الكهربائي اللي حتى اللي ما عندوش يدير يدوي. بعض المرات تنقول لكم ديروا غير معلقه كبيره وخلطوا بها. انا طحنت الحليب مع الحامض كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد عليهم البيض، بيضات كاملين يكونوا على حراره المطبخ، حيت ملي كيكون البيض في الثلاجه ما كتصدقش معاك الكيك. ملي تيكون البيض سخون كتجي الكيكه زوينه، ماشي سخون سخون، يعني على حراره المطبخ. الا كنتي باغا ديري في الصباح خرجي الصباح بكري. دائما كنجربوا البيض، لان ما تيقيش بعد ما كتكون غير شي وحده خاصه كتخسر لك المقادير كاملين. ولا انت كتكوني متاكده بان البيض جديد، حاولوا دائما البيض جربوا وحده بوحده، ما غتخسروا حتى شي حاجه. هذا الشيء اللي كاين، اللي بعض المرات كتكون البيض مخلط ما تعرفوش اشنو فيه. دائما بحال هكا. انا ملي كنبغي ندير كيكه كنخرج لها البيض بواحد ساعتين بحال هكا وكنخليه على جنب حتى يدفى هذاك البيض من الثلاجه. لان ملي كيكون جامد ما تيعطيش الكيك الفورمه ديالها، يعني ما كتطلعش الكيك بصفه نهائيه. كيف ما كتشوفوا انا درت 3 البيضات كاملين غنخويهم في الطراب الكهربائي. دائما تنقول اللي ما عندوش ممكن يستعمل غير معلقه كبيره وخدمي بيديك، غير هي كاينه شويه ديال التعب. دابا انا غادي نطربهم كاملين، غندير عصاره وغادي نطحنهم كاملين، لان هاد الكيك هي طريقته هكايا، هي بحال هكا تتخدم بهاد الطريقه باش كتجي هي غزاله ورائعه وكتجي هشيشه، كتجي رطبه وكتعطي كميه وفيره. غنطحن هاد الحليب والبيض مع الحامض. الحامض دائما تعطي الكيك واحد المذاق ما ولا اروع. ما نعاودش لكم، حيت الزفوريه ديال البيض، الزفوريه ديال الحليب حتى هي كذلك. حتى الحليب فيه واحد الزفوريه ديال البقر كيف ما كتشوفوا. انا ما درتش حليب ديال البقره، ولكن الحليب ديال الشركه اللي كنشريو دائما من عند البقال. دابا غادي نزيد عليهم الزيت، نفس المقادير غنزيد عليها الزيت. كل حاجه بتدريجيا، انت كديري القياس المقادير وانت تتخدمي باش كطلع لك. راني زدت السكر حبيبات، هذيك زليفه الصغيره عباره عن 4 الملاعق.
غنزيد ساشيه ديال لابانيه، نكهه لاباني. ما غنديروش الخميره دابا، الخميره غنديرو مع الدقيق. غادي نطحنوا الكل جيدا. دائما الخميره مع الدقيق باش كتطلع لك، باش كتصدق معاك الكيك ديالك او حلوى او اي حاجه. الخميره دائما هي اخر حاجه كنديروها. دابا كلشي تبارك الله ولا كيعرف بان الخميره هذه بالنسبه للمبتدئات، البنيات اللي ما تعرفوش، هذه طريقه كتفيدهم كاملين. دابا انا طربت الكل المقادير كاملين. غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه 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 حتى تبان لك راه خطرات. الا كانت الغرف ديال العصاره عندكم صغير، حاولوا ديروا الدقيق بلا خلاط كهربائي، غير في شي بانيو وديروا معاه الطراب صافي، وتبقاو تخلطوا مزيان. غير هي خاصها تكون ما ثقيله ما خفيفه، خاصها تكون يعني متوسطه. هادشي اللي كاين. انا طيحت شويه ديال الدقيق راني تمسح فيه، لان سطح العمل دائما خصو يكون نظيف باش اي حاجه بغيتي ديرها كتصدق معاك. شوفي غير ملي كتبغي تكوني تشقاي ولا كانت الكوزينه ديالك مرونه ما كتطلعش لك الخدمه، ما تتعرفي كاع طيبي. راه الدور دائما خصنا نطرفوا بلاصتنا، نطرفوا دارنا، نطرفوا كوزينتنا، باش حتى الميموار ديالك كيخدم لك بكل حريه وبكل مرتاحه. دابا غادي نزيد شوكولا عليها، يعني كاكاو المر. هادشي اللي بغيت نقول لكم، كاكاو المر راه غير 2 دراهم كافيه، وما ديريهاش كامله، خاصك ندير 2 معالق كبار. غادي تعطيو المولين الحلوى كيعطوك 2 دراهم. دابا غادي نزيد الخميره الكيماويه صافي، وغادي نخلطوا الكل جيدا مزيان، يتخلط الكل باش ما يبقى حتى شي حاجه مكوره بحال الخميره كتكور، الدقيق تيكور، داكشي كيجي فيها اللون رائع كيف ما كتشوفوا. انا تنطحن واللون ديالها كيتغير، لان الكاكاو كيعطينا واحد اللون ما كيعطيش نكهه، ولكن تعطي لون، كيعطي لون في الكيك ديالنا او في جميع الحلويات. صافي دابا انا طحنتهم. دابا غادي نزيد قهوه سريعه الذوبان، غنزيد معلقه صغيره. حتى القهوه كتعطي مذاق ولا اروع، غزاله بزاف. حتى اللي بغى يدير كيك ديال عيد الميلاد حتى هي اللي بغيتي ديري في الكريمه ديري القهوه كتجي مذاق ولا اروع. كيف ما كتشوفوا راه انا خلطت الكيك ديالي كامل جيدا، ودرت المول اللي غادي نحتاج ليه، اي مول بغيتو. كيف ما كتشوفوا راه الكيك خفيفه يعني ما تقيلاش. درت المول ديالي دهنته بالزبده ورشيت عليه شويه الدقيق. حتى الا ما عندكمش الزبده ديروا الزيت والدقيق راه ما غاديش تلصق لكم. وتخوي الكيك ديالك، ترفعي للفوق مزيان باش تهبط لك الكيكه مقاده. فهاد الاثناء راني مشعل الفران يكون معتدل دائما الحراره، ما تشعلوش الفوق غير لتحت حتى طيب لك الكيك ديالك وتطلع. الا كان الفران ديالكم تيطيب على كيطيب فوق لتحت مزيان من الاحسن. الا كان كيطيب غير جهه واحده شعلي لتحت حتى تطلع لك الكيك ديالك وتعرفي بان طابت. عاد ديريها تحمر من الفوق صافي. هادشي اللي كاين. صافي دابا نقادها وغادي نخشيها في الفران طيب على مهلها، يعني على خاطرها طيب بحال هكا. نخبطوا الكيكه مزيان، نخبطوها بحال هكا ما تخافوش منها، راه ما كتطفش، راه ما كتطفش ما والو. راني كنخبط فيها لان هاد الفكره كانت جاتني زوينه، هذاك الشيء علاش خبطتها مزيان باش الكيك ديالنا طلع لينا غزاله. وفعلا غادي تطلع غزاله، غتطلع زوينه بزاف بزاف. دابا غادي نصايبوا واحد كلاصاج عفوا غنصايبوا واحد الكلاصاج. كيف ما كتشوفوا عندي كاكاو، عندي سكر حبيبات. بالنسبه للكلاصاج اللي غادي نصايبوا، عندنا نصف لتر حليب وعندنا سكر حبيبات. وكيف ما كتشوفوا الكلاصاج انا درت كاكاو المر. بالنسبه للمقادير راني قلت لكم سترة الحليب وسكر حبيبات شكلاط المر و نشا ضروري خصكم ديروا واحد 2 معالق، هي اللي كتخلي هذاك الكلاصاج عاقد. يعني ها هي كيف ما كتشوفوا نشا غادي نديرها دابا. انا درت كاكاو ودرت السكر حبيبات ودرت نشا ودرت الكاكاو
النشا هي اللي كتخليه عاقد. هذاك الكلاصاج كيجي غزال، كيجي رائع. هو اللي غادي نسقيو به الكيك ديالنا. كيف ما كتشوفوا درت واحد 3 المعالق ديال الدقيق، يعني 3 معالق كبار. بالنسبه للصغيورين غادي نديروا واحد 6. وغادي ندير الحليب بارد غنخلطو، يعني ما غاديش نديرو الحليب كامل، يعني نسترو ما كاملش بزاف. غنخلطو بالطراب مزيان حتى لما كانش الطراب، راه غير معلقه كبيره كافيه. غادي نديرو على النار وحنا تنخلطو، وهو تيطيب وحنا تنخلطو. تخلطي مزيان، يعني التحراك ديال بصح باش ما يكورش ليك. هذه طريقه كتجي زوينه بزاف. وهذا الكيك هو تيجي هكا، هذه هي الطريقه ديالو، كتجي غزاله. باقا تنخلط مزيان باش يتجانسوا ليا جميع العناصر. وهذا السقوه ديال الكيك كتجي غزاله. هذا الكلاصاج كيجي لذيذ بزاف، كيجي زوين. فاثناء الكيك ديالنا كيطيب وحنا تنوجدوا لي كلاصاج وتنطربوا مزيان، نخدموا مزيان، لان كيبغي تخدم مزيان باش ما يكورش لينا. وحتى هذاك الكلاصاج كيجي واحد السؤوله فيه، كتجي خاطر بزاف. ونقصوا البوطه، تكون البوطه منقوسه. هذيك الختوريه كتبغي ما تكونش شي حاجه فيها مكوره، باش ملي تخوي على الكيك ما تتبقاش لك هذوك الفقاعات ولا هذوك التكوار ديال الدقيق اولا ديال النشا. حتى النشا لما خلطتهاش مزيان حتى هي كتكور لك. وتكون دائما البوطه مهيله باش ما يخسرش لك يحرق لك. بهذا المعنى يعني يحرق لك. هادشي اللي كاين. شويه الخدمه ضروري، اي حاجه بغيناها راه كنصبروا ليها. دابا خرجت لي الكيك ديالي كيف ما كتشوفوا، راه هي طابت لي كيف ما كتشوفوا، جات زوينه بزاف ولذيذه وغزاله. دابا غادي ناخذ كيغدون اولا عود اولا قطيب ديال العود اولا قطيب عادي نتقبوا به باش الكيك ديالنا ما تنفخش لينا من الفوق. وهذاك الكلاصاج ملي نخويو عليها يتخشى لينا لداخل، يعني ملي تخوي الكلاصاج يدخل هذاك الكلاصاج فيها لداخل. كيف ما كتشوفوا دابا انا حطيتها في واحد الطبق وغادي نقسمها على 2 لانها مازال سخونه. قسمها على 2. دابا كنطراسي فيها وغنقطعها على جوج على نصفين. كتمشي الهضره بعض المرات على نصفين، لان غادي نسقيوها من الداخل وحتى من الفوق. راه قلت لكم كتجي لذيذه وغزاله. غير ثقوا فيا وجربوا هذا الكيك والله ما تندموا على غزاله. ها نتوما انا قسمتها دابا على 2 كيف ما كتشوفوا، النصف الاول والنصف الثاني. الا تقبتوها مزيان ما غتجيكم زوينه. حتى هذا ممكن تقبوه كيف ما كتشوفوا. انا غادي نتقبو كيغدو، لان باش تهبط ليا هذاك السقوه اللي انا غادي نديرها غتدخل لداخل وغادي تجي كيكه سارده وبنينه. وملي غتاكلها بالفرشيط ما نعاودش لك، غزاله 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 بزاف لواحد الدرجه ما نعاودش لكم. يعني تستاهل تجربوها، تستاهل، يعني تستحق التجربه هاد الكيك لانها لذيذه وزوينه. ولو انها فيها الخدمه فيها شويه المقادير. المهم بعدا اي كتبغي تجربي شي حاجه اللي ماشي مشكل الا جربتيها، يعني ما تستاهل. اللي كانت تستاهل علاش لا. وحنا ندير بها كوطي انا وليداتي نشطو بها، ولا حتى في السبت كتعرفوا السبت تنبغيو نجلسوا تنبغيو نديروا شي حاجه اللي هي زوينه. انا خديت دابا هذاك الكاس ديال الحليب اللي بقى لي خضر، غادي نخوي على الكيكه كيف ما كتشوفوا. هذه مفاجاه ما قلتهاش لكم من قبل، بغيت نخليها لكم مفاجاه. حليب خضر غادي نسقيو به هذيك الكيكه. هذا هو علاش كنت كنتقبها باش هذاك الحليب يدخل فيها. واو كي كتجي ما نعاودش لكم، غير جربوها وثقوا فيا غزاله. دابا خويت عليها الحليب ولات ساده كاننا يعني في بلاصه داك الحليب في بلاصه السيرو درنا حليب. كيف ما كتشوفوا الكلاصاج خاطر ولذيذ، واحد الرويحه فيه ولا اروع، غزال بزاف. خليته حتى برد، اكيد يبرد باش ما تخسرش لينا الكيك ديالنا. غزال غزال بزاف. دابا غادي نخوي الكلاصاج لانه برد بحال جمد ليا. شوفوا على اللون كي فيه لمعان. غادي ندهن به الوجه ديال الكيك. هذا النصف الاول ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. هذا النصف الاول يعني باش تجي عامره من الداخل وحتى من الفوق.
زوينه زوينه بزاف البنات صدقوني، وحتى الاصدقاء ديالي انا عارفه بان عندي اصدقاء كيديروا الطبخ، مرحبا بهم في القناه ديالي وكيشاركوا معايا كيبارطاجيو معايا اللي خطهم عليا كيتبعوا الافكار اللي كندير اللي خطهم عليا وكيخليو لي تعاليق زوينين. كنشكرهم بهذه المناسبه، كنشكر الصديقات كاملين اللي التحقوا بالقناه الله يخطيهم عليا كذلك. شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم لهذه القناه، يعني بلا بكم ما يمكنش تستمر. كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم بزاف، واخا كنغبر عليكم راني كنتوحشكم ودائما في البال لانكم عزاز وغالين. دابا انا دهنت الوجه ديال الكيك ديالي، ماشي الوجه الفوقاني، غير النصف الاول دهنتو واحد اللمعان كيجي في كلاصاج هائل كيف ما كتشوفوا، وغادي ندهن حتى الجناب، كنهبط معايا تحت الجناب باش منين نبغي ندير ليها فيرميسيل يعني تتكون هبطت الجناب، يعني تجي فهاد الشيء ديكور، يعني غادي تجي بحال شي كاطو ديال عيد الميلاد، كتجي بحال هكاك، ولكن هي كيكه. ما غاديش نقول لكم ديال عيد الميلاد لان ماشي ديال عيد الميلاد، غير ديال كوتي. صافي دابا انا دهنتها مزيان، دابا غادي ندير شويه ديال فيرميسيل من الفوق. فكره رائعه وفكره زوينه وكتجي لذيذه. دهنت الفوق ديالها وعاودت خويت عليه الكلاصاج، ما كنتش صورت، سمحوا لي انا كيسحب لي كنصور وما صورتهاش. دابا انا صافي دهنتها من الفوق بالكلاصاج وبديت كنخوي عليها كذلك فيرميسين من الفوق باش يعطيو واحد الجماليه واحد اللذه رائعه، وكتجي غزاله بحال هكا كيف ما كتشوفوا. انا كملت الكيك ديالي، هذه هي الكيك ديالي ديال اليوم واجده وجاهزه. لا يعجبكم الفيديو ديالي بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، يخلوا لي تعاليق زوينين، شجعوني بلايكات. عندكم انستغرام اللي بغات شي سؤال مرحبا، تهلاو في ريوسكم، جربوها ما تندموش عليها الا جربتوها بالصحه والراحه. هذه هي ام هاجر، شجعوني البنات بلايكات، شجعوني بتعاليق زوينين. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله، وتهلاو في ريوسكم وبصحتكم.